بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعيني الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ليزي كيك بطريقه حلوه. انا الوصفه دي شفتها وجربتها فحبيت انقلها لكم. وصفه جميله جدا، يعني لولا انها طلعت جميله جميله فعلا انا ما كنتش قلت لكم عليها. وصفه حلوه جدا وسهله ومكوناتها سهله. تمام والله طلعت حلوه جدا بامانه ربنا، طعمها رائع. آه، مش متعقدة، يعني مش معقدة ان احنا ممكن نقول لا دي تفاصيلها كتير وكده. لا حلوة جدا، يعني الطعم بصراحة في ده اي حاجة. هنا معانا حوالي كوبايتين كبار سوداني. احنا بس هن ايه يعني هنطير الرطوبة منه بس على النار شوية. هو متحمص بس احنا هنديله تحميصة خفيفة قوي كده يعني. تمام، دي اول حاجة هنبتدي بيها لان احنا محتاجينه ان هو يبرد. فهنحطه كده على يعني انا كده خلاص خلصته، نحطه على النار. شوية تحميصة خفيفة قوي 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 كده، انا خلاص خلصته. تمام. معانا هنا دي علبة بسكوت شاي، اي نوع تحبيه. بس ما يكونش له طعم يعني. تمام، احنا بنكسره، دول طلعوا حوالي 8 بواكي بسكوت، اللي هو اللي حجمه كبير، البسكوت اللي حجمه كبير مش الصغير. دول 8 بواكي او لا 6 بواكي يا جماعة، 6. اه، فهنكسرهم بالطريقة دي. مش عايزينه مفتفت. او لو عندك انت البسكوت اللي هو بيبقى طبقتين على بعض كده، ممكن عادي تستعمليه. احنا مش عايزينه مفتفت، احنا هنا كده حطيت 6 بواكي اهو، انا بقول لكم 6 بواكي. تمام، هنكسرهم التكسيرة دي على جنب كده ونركنهم. يبقى هنا كده معانا كوبايتين سوداني حمصناهم شوية خفيف. معانا 6 بواكي بسكوت شاي اي نوع بتفضليه. هنكسره بالطريقة دي. معانا شوية سوداني تانيين، حوالي كوباية أو كوباية إلا ربع. هنحطهم برضو على البسكوتات دي. حبايبي لو وصلنا لحد هنا وأول مرة تشوفوني، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والشير لو عجبتكم الوصفة. إن شاء الله الوصفة حلوة وجميلة وجربوها علشان تشهدوا. هنا حبة سوداني حلوين كده، حوالي نص كوباية، كوباية إلا ربع، ده يرجع لك انتي لو بتفضليه. أنا مكسرة نص تكسيرة، يعني انا مش سايباه سليم ومش محتحته قوي. تمام، هنقلب المكونات دي مع بعض، البسكوت مع السوداني، وهنركنهم. وهقول لكم بقى الحاجات اللي هنعملها. احنا محتاجين كاكاو، محتاجين سكر، محتاجين كوباية لبن وزبدة. دي اللي هنبتدي بيه الأول. دي نص كوباية سكر اهي قدامكم، بس أنا زودت ربع كمان يا جماعة علشان يبقى فيها طعم الحلاوة، يعني لأن نص كوباية كانت هتبقى قليلة. فأنا قولي كوباية إلا ربع سكر. هنا دول 4 معالق كاكاو خام، 4 معالق كبيرة مليانة، يعني 4 معالق اللي احنا بناكل بيها دي. هنمزجهم مع بعض. ودول باكوين فانيليا، والله طلعت رائعة رائعة. بس أنا في غلطة كده غلطتها، هقول لكم عليها واحنا بنتكلم. هي غلطة سهلة يعني بسيطة، اتحلت الحمد لله. هقول لكم عليها واحنا بنشتغل. دي كوباية لبن 200 ملي، يبقى احنا حطينا كوباية لبن، كوباية الا ربع سكر، 4 معالق كاكاو كبيرة. هندوبه وهنرفعه على النار يا جماعة لحد ما ياخد غلوة واحدة بس. احنا مش دي ذرة ملح. انا معرفش، محدش يسألني ليه ذرة ملح، بس انا شفت الوصفة كده وعملتها كده طلعت جميلة جدا. تمام، انا حبيت اعمل بالظبط يعني. انا كنت بعمل الوصفة وعجبتني وقلت لازم اوريها لكم، حلوة حلوة فعلا. تمام، ادي كده قلبنا كله مع بعضه. انا هي بوريكم ان انا هزود نص كوباية سكر تاني. لا ده لبن، سوري يا جماعة، لبن. يبقى احنا كده حطينا كوباية ونص لبن فعلا، لان لقيت المزيج ده تقيل شوية. يبقى انا حطيت كوباية ونص لبن، نص كوباية سكر، بس انا هزود شوية سكر كمان، يعني كوباية الا ربع سكر. هنحطه على النار. ركزوا معايا، كوباية ونص لبن، كوباية الا ربع سكر،
باكوين فانيليا، 4 معالق كبيرة كاكاو خام. نمزجهم كده ونرفعهم على النار، نار مش عالية قوي، نار متوسطة. وبعدين هياخد غلوة كده غلوة كده، غلوة على النار كده. هننزل عليهم بحوالي 120 جرام زبدة. هو ده الشكل يا جماعة، شكل الكمية. ان انا بصراحة ما كانش ينفع اسيحها عشان اقول لكم دي كوباية قد ايه. تمام، ادي زبدة. احنا خلاص غليناها على النار، هنسيب الزبدة تدوب فيها وهنستنى عليها تبرد. مش هينفع نحطها على البسكوت وهي كده، فلازم تبرد تماما. ندوب بس الزبدة. تمام كده لحد دلوقتي. نسينا اللايك والاشتراك في القناة. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. مش عايزة ألوك عليكم كتير والله في الكلام، بس هي فعلا طلعت حلوة جدا. تمام، يا رب بقى ليا لايكات كتير يا جماعة. والله بتعب في الوصفات دي، فبحب ألاقي تفاعل كده مع الناس. بتبسط أوي ما حد يقول لي تسلم ايدك يعني. ادي المزيج اهو، ده بارد خالص تماما. هنشيل الويسك منه وننزله على ننزل المقدار كله، لان المقدار ده هي المقادير بتاعته. خلاص من المقادير، ما ينفعش نسيب حاجة في الحلة كده، لان دي من المقادير بتاعته. هننزل بالسباتشولا كده كل ده. تمام، عادي كده، محدش هيقول عليكي بخيلة يعني. نزلي كل ده وهنقلبها كده لحد ما نشرب كل البسكوت بيها. تمام، هنقلب كل ده مع بعضه. هنا بقول لكم ان الحله ما سبتش فيها حاجه. تمام، قلب كده، قلب لحد ما نشرب وناخد الحتت اللي فيها كتير، نحطها على الحتت اللي ما وصلهاش خالص كده. المهم يعني ايه، انتي وشطارتك تشربي المزيج ده كله من الشوكولا اللي احنا عملناها دي. تمام، خلاص كده هنفضل نقلب نقلب كويس كده ونشربها، وقلبي وشقلبي كده على بعض. تمام، لحد ما كله يشرب من بعضه، الحتت اللي فيها تروح للحتت اللي ما فيهاش. مش عايزه الك عليكم والله، عايزاكم تشوفوا كده بروقان. تمام، ادي كده ادي كده خلاص. انا حاساها كده ان هي خلاص شربت كله شرب المزيج كله من بعضه. وخلاص هنجيب بقى، انا بدوقها طلعت طعمها رهيب وهي لسه ما كملتش يا جماعه. هنجيب القالب بتاع الانجليش كيك ده، هنحط فيه اللي هو الاسترتش ده. تمام، او نفرش فيه ورق زبده. المهم يعني ما نحطش على طول في القالب. عندك ورق زبده متوفر، عندك الاسترتش ده متوفر. الاسترتش ده كمان طلع رخم، عمال يتقطع مني. هنعمل واحده بالعرض ونعمل واحده بالطول، اللي بيها بس ان هي تبقى سهله ان انا اقلبها يعني. هي كده ولا فرن ولا اي حاجه. خلاص احنا مش هنحط فرن ولا هنشتغل بنار تاني خلاص. بس هنقص دي كده وننزلها لتحت. والاسترتش رخم يا جماعه، بس كده واحده واحده كده عشان تطلع منك مظبوطه. تمام، وهنعمل واحده بالعرض علشان يبقى حاسين ان احنا بنشدها، ما تبقاش. انا عملته الفيديو مفصول، ما تبقاش ايه يعني ضعيفه تتقطع منك. خلاص احنا بنفرش طبقه اهي، بنرصها كويس جدا، بندوس عليها عشان ما يبقاش فيها فراغات ويبقى فيها هوا واحنا بنقلبها. تمام، واحده واحده كده نرصها زي ما بقول لكم، هو الاسترتش بيبقى رخم شويه.
بس النتيجة طلعت حلوة جدا، تستاهل يعني، مفيش تعب. والله في وصفات بتبقى الواحد بيتعب فيها اكتر من كده بكتير، بس دي انا فعلا ما تعبتش فيها. وصفة سهلة وحلوة وما فيهاش مكونات خزعبلية. هنا معلش الفيديو كنت بعمل حاجة وما خدتش بالي. تمام، ادي اهي. آه خلاص انا كده هدخلها التلاجة تقعد ساعة. لازم تقعد ساعة في التلاجة، حابة تقعديها اكتر لحد ما تخلصي اللي وراكي. تمام، اعملي كده. خلاص هندخلها التلاجة تقعد ساعة. هنا هنعمل بقى الخطوة التانية. آه معانا شوكولاتة خام وشوكولاتة حليب. شوكولاتة خام وشوكولاتة حليب، مش شرط الباكو كله، يعني من نص باكو ونص باكو عادي يعني، وطلعت زيادة معايا كمان. خلاص هنقطعها حتت صغيرة كده، لان احنا مش هنحطها على النار، احنا هنعمل لها حمام مية. حابة تحطيها في الميكرويف، بس انا عندي الميكرويف عطلان. حطيها تفك معاكي بس. تمام، معلش يا جماعة ايه، والفيديو لازم مش عايزة افصله عشان يبقى فيه تفاصيل صغيرة كده. هي الشوكولاتة تبقى ناشفة شوية فبتحتاج سكينة حامية. هنا احطها جوه الحلة التانية دي، وهنحط فيها مية مغلية من البويلر على طول او من الكاتل. تمام، لحد كده كويس قوي. خطوات سهلة وجميلة، والطعم في النهاية يستاهل يا جماعة. الحاجات دي بقت بأرقام خزعبلية عند الحلوانية، والله فعلا بقت بأرقام فعلا يعني. تمام، انتي الحاجات دي الشوكولاتة والكاكاو والحاجات دي لو جبتيها سايبة من هايبر وكده، معروف تبقى، او من عطار حاجته مضمونة، هتديكي كمان نتيجة، يعني ان انتي خلاص ما تكلفتيش كتير. هتجيبي الحاجات دي ارخص، قصدي يعني غير لما تجيبيها من السوبر ماركت. لا، هتجيبي الحاجات دي ارخص من محلات مستلزمات الحلوانية، من عطار يكون كويس. بتجيبي الكاكاو سايبة، الشوكولاتة دي بتتباع برضو سايبة. قصدي ان انت يعني لو تقدري توفري توفري، وفي الاول وفي الاخر مهما كلفت مش هتكلف زي ما بتجيبيها من محلات حلوانية. هنا هنحط مية مغلية من البويلر اهي، ونحط ده جواها، لان طبعا الدنيا ساقعة والمية بردت بسرعة، فانا حطيتها ايه دقيقة صغيرة بس على النار زي ما هي كده جوه الحلة. تمام، خلاص كده. هقول لكم هنحط عليها ايه تاني، وهقول لكم برضو ركزوا الغلطة اللي انا غلطتها دي، بس غلطة صغننة كده، اما تيجي وقتها هقول لكم عليها. هنا هي هتبتدي تسيح، ولان زي ما قلت لكم الجو ساقعة جدا اهي. انا حطيتها كده، حطيت الحلة اللي تحتيها على النار. هنا دول ربع كوباية زيت بالظبط، زيت نوع كويس يا جماعة. تمام، هنقلبه نحلها بيها، وده اللي هيديها بقى ايه اللمعة الحلوة للكفر اللي احنا هنحطه بره، او الغلاف اللي احنا هنحطه ده. انا كده خلاص، هي اوريدي بقى لها ساعة في التلاجة. تمسك نفسها شوية، وطريقتها سهلة جدا، واحنا بنطلعها من القالب سهلة، مفيش اي مشكلة، مفيش اي تعقيدات خالص. انا مش عارفة التصوير جاي كده ليه، بس التصوير جاي غريب كده، مش عارفة ليه، بس حلو شغال يعني، كل حاجة واضحة. هننزل بده على السوداني اللي احنا حمصناه. انا كسرته شوية يا جماعة، يعني انا بس مش سليم كده، لا كسرته شوية. هنا هنحط كل ده ونقلبه على بعضه. يبقى هنا شوكولاتة خام وحليب، وحطينا عليها ربع كوباية زيت نباتي بعد ما دوبناها في حمام مية مغلية. تمام، لحد كده حلوة قوي. نبتدي بقى نطلع الايه القمر اللي عملناها دي من التلاجة، وهتبقى قمرين كمان لما نحط عليها السوداني ده كمان، وثلاث قمرات لما دقناها بجد حلوة جدا. انا بجد متحمسة لها جدا وعايزاكم تدوقوها.
هنا ادي اهو. بصي الاسترتش سهل جدا وانتي بتخلعيه، مفيهاش اي مشاكل يعني. هي مش ناشفه يا جماعه، هي برضو طريه مش محجره يعني. لا خلاص، انا بحركها بس كده وهقلبها، هي سهله جدا. مفيش اي مشاكل لحد دلوقتي، الدنيا زي الفل. هنخلعها كده خلاص ونشيل الاسترتش. هي شكلها لوحدها كده بيشهي. بس بقى هنحط عليها الصوص اللي احنا عملناه ده، او الشوكولاته بالسوداني اللي احنا عملناها دي، واحده واحده كده. هو لسه دافي، فهو ايه يعني هتحسي ان هو بينزل منك، بس هو اول ما يبرد خلاص هيمسك فيها. ودي بقول لكم زي ما انا ايه الغلطه بقى اللي انا غلطتها يا جماعه، جا وقتها اهو، ان انا كان مفروض وانا بحط كده احط ورقه زبده تحتيها، يعني ورقه زبده تحت الكيك ده قبل ما ارش عليها، او قبل ما اسقيها باللي انا بعمله ده. علشان هي مسكت مني في الطبق لما دخلتها التلاجة تاني، لان هو بعد ما هنعمل كده هندخلها التلاجة تاني. هي بصوا، هي عشان لسه دافية بتنزل، لكن لما بتبرد خلاص. وعلى فكرة يعني اللي وقع ده كله ما خسرش، احنا كلناه برضو انا والناس اللي كانت واقفة معايا، كان طعمه رهيب. خلاص كده ادي هنفضل نعمل كده، نملاها، نكفرها من كل الجوانب، نعمل لها الكفر من كل الجوانب بتاعتها، واللي بيقع ده مش هيخسر يا جماعة. ان الكمية دي وفضل مني كمان في الحلة دي. بس هو بقى لو في ورقة زبدة هنا كنت عرفت افصلها عن الطبق كويس، لكن هي مسكت. بس الحمد لله ان انا طلعتها بالسكينة عادي، مفيش مشاكل. تمام زي ما هي كده برضو، وهندخلها التلاجة ساعة، ساعة نص ساعة، وقت ما تلاقي الشوكولاته دي مسكت معاكي. خلاص اهو ده اللي اتبقى، لسه دافية. شكلها يا جماعة على الحقيقة والله أجمل كمان من التصوير، إن أنا بصور بالموبايل. تمام، كل ده هيجمد أول ما تجمد هي. هندخلها بقى التلاجة. معلش أنا بعيد وأزيد في الوصفة علشان تعرفي يعني تستوعبي اللي أنا بقوله، المكونات والمقادير والحاجات دي كلها. تمام، حابة تعملي بأي شكل تاني، حابة تحطيها في صينية قصيرة. بصوا هنا بقى يا جماعة، زي ما بقول لكم أنا كان مفروض أحط ورقة زبدة فكانت هتطلع مني بسهولة هنا، بس أنا برضو إيه يعني ربنا سهلها الحمد لله، وهعرف أقطعها. هي بس سكنتي رخمة أهي، أنا بقطعها سلايز أهي. شكلها من جوه عامل إزاي. ده شكل البسكوت والسوداني اللي احنا عملناه من الأول، وهي دي الليزي كيك. هنقطع الكمية دي كلها وهوريها لكم في الآخر. انا برضو يا جماعه مستعجله عليها عشان اقفل الفيديو، هي المفروض بتقعد في التلاجة حبه حلوين. تمام، واقفين بناكل عادي منها يعني، اللي بيقع بناكله اهي رهيبه، وحياه ربنا رهيبه بجد. شايفين كل اللي بيقع ده كنا بناكله. اهي بس السكينه رخمه معايا جدا جدا، هي عايز سكينه حاميه بجد علشان يطلع السلايس بتاعتها مظبوطه. ان شاء الله ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم، شكلها تحفه يعني، تنفع تقدميها لضيوف. بس يبقى عندك سكينة حامية برضو. شكلها حلو جدا. سيبكوا بس من التصوير ده ما بيبينش الحاجة على حقيقتها، لان زي ما بقول لكم انا بصور بموبايل. شكلها حلو جدا جدا، يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. ليزي كيك
ولا اي كيك، بجد حلوة جدا. جربوها وقولوا لي عملت معاكم ايه. حلوة جدا، تقدميها للضيوف على فكرة. وشكرا وباي باي.